الفيلم بيبدأ بواحدة اسمها ميلاني ماشية في نفق تحت الأرض وعمالة تجري زي المجنونة بتهرب من حاجة مش باينة. وبعد محاولات كتير تقطع القلب قدرت أخيرا تطلع على السطح وهي مش مصدقة. بس الفرحة ما كملتش عشان شافت حاجة رعبت قلبها. المشهد بيقلب على شلة صحاب، كلوفر وإكسها ماكس وميجان ومعاهم نينا وإيب، ماشيين بعربيتهم في طريق مقطوع ما فيهوش صريخ ابن يومين. بعد شوية الشلة بيقعدوا يتفرجوا على فيديو بعتها ميلاني اللي بتطلع أخت كلوفر. ميلاني كانت بتعتذر إنها ما عرفتش تتعامل صح مع صدمة موت أمهم وإنها طفشت من البيت. والمفاجأة بقى إن الشلة أصلا واقفين في نفس بنزينة ميلاني كانت فيها وعمالين يكلوا الدنيا عليها بقالهم سنة كاملة. كلوفر دخلت السوبر ماركت اللي في البنزينة، ورت صاحب المحل صورة أختها وبتسأله ما شفتش دي؟ الراجل رد عليها بكلمتين يوقفوا الدم في العروق. قالها إنها مش أول واحدة تيجي تسأل عن حد في صميل حداب، وإن الناس دايما بتختفي في بلد قدام شوية اسمها جلور فالي. كلوفر أول ما سمعت كده الأمل رجع لها تاني، وقالت لأصحابها أنا عرفت مكان أختي فين، وخدوا بعضهم وطلعوا على جلور فالي. والدنيا كانت بتمطر مطر رزع وبرق ورعد حواليهم من كل حتة. بس فجأة لقوا نفسهم تاهوا خالص وعمالين يلفوا في دوائر مقفولة ومفيش أي طريق باين قدامهم، لغاية ما وقفوا قدام مركز زوار واتصدموا لما لقوا غيمة سودة كأنها ضلمة واقفة فوق المبنى بالظبط. الغريبة بقى إن العاصفة مكسرت الدنيا حواليهم، بس المبنى نفسه ناشف ومفهوش نقطة مية ولا في شبكة موبايل أصلا. وميجان اللي عاملة فيها مكشوف عنها الحجاب وبتاعت روحانيات قالت لهم يا جماعة المكان ده ريحته وحشة، أنا حاسة بحاجة غبرة هتحصل. إبو نينا وميجان دخلوا جوه البيت المهجور ده ولقوا ساعة رملية شكلها يقبض، وهم بيلفوا جوه نينا لقت دفتر زوار، وإيب لقى حيطة كاملة متغطية بصور ناس مفقودة، منظر يخلي الواحد جسمه يقشعر. في الوقت ده كلوفر كانت لسه بره، وفجأة سمعت صوت أختها بتنادي عليها باسمها ولمحت كمان خيال من بعيد. قامت داخلة في قلب العاصفة والمطر، وماكس جري وراها، بس كلوفر تاهت وسط المطر اللي زي السدد، وماكس عمال يصرخ باسمها بعلو صوته عشان ترجع. جوه بقى نينا كانت بتكتب اسمها في دفتر الزوار، وإيب واقف مكانه مذهول لما لقى صورة ميلاني متعلقة وسط صور المفقودين. وفي اللحظة دي ماكس قدر يحصل كلوفر ويسحبها بالعافية لبره منطقة المطر، ودخلوا هما الاتنين مركز الزوار. نينا قعدت تفر في الدفتر واتصدمت لما لقت أسامي ناس كتير مكتوبة 13 مرة، ومن ضمنهم اسم ميلاني، والخط في كل مرة بيبقى منعكش وملخبط أكتر من المرة اللي قبلها. لما الشلة اتجمعت تاني كل واحد حكى اللي شافه، بس كلوفر لسه عندها أمل ومصممة إنها سمعت صوت ميلاني بيناديها من وسط المطر. وفجأة نينا لقت الساعة الرملية اتقلبت لوحدها رغم إن مفيش حد لمسها خالص. هنا بقى سمعوا أصوات غريبة جاية من بعيد، جريوا كلهم لبره، لقوا العربية بتاعتهم اتحركت وراحت الناحية اللي فيها مطر. افتكروا إن في حد بيسرقها. إيب ونينا خافوا وروا يفضلوا مراقبين العربية، والباقي راحوا يدوروا على تليفون. نزلوا البدروم وماكس استغرب لما لقى شباك تحت الأرض. كلوفر لقى التليفون قديم بس ميت ما بينطقش، ولقوا راديو وحاولوا يكلموا أي حد بس مفيش فايدة. فوق بقى نينا وإيب سمعوا صوت جاي من أوضة قريبة. إيب راح يشوف فيه إيه لوحده بس غاب وما رجعش، ولما نينا سمعت الصوت تاني راحت تشوف بس لقت اللي ما كانتش تتخيله. ماكس سمع صرخة نينا، بص ناحية باب البدروم واتسمر في مكانه من الرعب لما شاف نينا جثة هامدة والقاتل واقف فوقيها زي البعبع. القاتل لمح ماكس، فماكس جري وهو بيصرخ في البنات استخبوا بسرعة. ثواني والقاتل كان في البدروم. ماكس مسك كرسي ورزعوا بيه بس ولا الهوا. القاتل ولا اتهز، وقام ردد عليه بغزة في عينه. خلصت عليه في وقتها. كل ده وكلوفر وميجان بيتفرجوا من مستخباهم والدموع مغرقة وشهم. ودلوقتي القاتل بقى جوه الأوضة اللي البنات مستخبيين فيها. كلوفر مدت إيدها من سكات وسحبت سكينة كانت محطوطة على ترابيزة قريبة منها، بس يا عيني اللحقة ما كملتش. القاتل لقى ميجان مستخبية في الدولاب، سحلها من رجليها ونزل فيها ضرب مبرح لغاية ما روحها طلعت في إيده. كلوفر من كتر الرعب والغل قامت رشقت السكينة في ظهره بكل قوتها، بس ولا اندهش ولا كأن حاجة حصلت. فما لقيتش قدامها غير إنها تفتح صدرها للريح وتجري بجلدها. وهي بتجري وسط الشجر وقفت فجأة كأن صاعقة ضربتها، لمحت خيال شبه أختها بالظبط. وفي اللحظة دي القاتل جه من وراها وغرز منجل في ظهرها، وخلصت الحكاية على كده. بس استنى بقى، الفيلم قلب تقبض الروح. فجأة الساعة الرملية لفت لوحدها والزمن رجع لورا، وكل اللي ماتوا بقوا صاحيين تاني ولقوا نفسهم في أول السهرة خالص كأن الكابوس لسه ما بدأش.
الكل واقف مذهول وبيلطموا على وشهم مش فاهمين ايه اللي حصل ده. وعشان يكمل الطين بلة، ايب لقى صورهم كلهم اتعلقت على حيطة المفقودين وهم لسه بيحاولوا يستوعبوا. ميجان بدأ يظهر عليها التعب وقالت لهم الليلة دي هتبقى ألعن من اللي فاتت. وفجأة جسمها اتنفض وصوت صرخة شقت السمع واللمبات كلها اتفرتكت في البيت كله. الشباب ولعوا الكشافات بسرعة بس لقوا ميجان فص ملح وداب. كلوفر سمعت صوت وشوشة وخدتهم وراحت على أوضة الصور. لقت ميجان هناك عايمة في الهواء كأنها في غيبوبة وعمالة تبرطم بكلام مش مفهوم وبتبص لكل صورة وتتكلم بصوت مختلف. هنا عرفوا إنها بقت معدية للأرواح اللي تاهت في المكان ده، والكل عمال يترجاهم يلحقوهم عن طريقها. فجأة ميجان رقبتها اتلوت لوية وحشة ووقعت ميتة في مكانها. الرعب ركبهم ولسه بيفكروا هيهببوا ايه، سمعوا رزع شديد على الباب البراني. ايه باص من العين السحرية ملقاش حد، بس فجأة صوت ميناني جه من ورا الباب وهي بتزعق افتحوا لي خلوني جوه. كلوفر اتجنت واصحابها بيحاولوا يكتفوها عشان ما تفتحش، بس هي زقتهم وفتحت الباب. المفاجأة إن مفيش حد بره، بس في بيت كامل ظهر من العدم قدامهم. وفجأة قوة مخفية اتشالت كلوفر في الهواء وأصحابها محبوسين جوه مركز الزوار مش عارفين يتحركوا. البت اتسحلت ناحية البيت الجديد واتنطرت جواه والباب اتقفل عليها رزع. ماكس طبعا جن جنونه وخاف على كلوفر وقرر يجري وراها عشان يلحقها. بقية الشلة مسكوا ماكس عشان ما يرميش نفسه في التهلكة، بس هو كان هيموت من غله، شتمهم كلهم وسابهم وطلع يجري لوحده. في الوقت ده كلوفر فقت لقت نفسها في أوضة ضلمة وحواليها مانيكانات لابسين ماسكات أشكالها تقرف الكلب. وبصت لقت ست عجوزة حاطة ماسك أكسجين وقاعدة قدام التلفزيون في هدوء مريب. كلوفر جت تمشي، العجوزة بصوت يقطع الخلف قالت لها ما فيش غير طريق واحد للخروج، يا تعيش الليلة يا تبقي جزء منها. وطلعت السحرة يبيش يا بويتي وقامت مجبرة كلوفر إنها تتنفس من الماسك بتاعها. وفجأة السحرة بدأت تتفرفط وتتفتفت وكلوفر بدأ شيطان يتمكن منها. ماكس وصل البيت وفي نفس الوقت إيب ونينا ركبوا العربية. نينا كانت هتموت من تأنيب الضمير إنهم هيسيبوا أصحابهم، بس إيب كان قلبه حجر، قفل اللوك ودايس بنزين وسط المطر. ملحقوش يمشوا خطوتين ولقوا كائن مرعب سدد الطريق. لفوا ورجعوا بظهرهم وهم هيعملوها على نفسهم. نينا من رعبها جت تفتح الباب، اتسمرت مكانها لما لقت صاحبها اتقتل في تانية والقاتل اللي لابس ماسك ظهرها تاني. في ناحية تانية ماكس عمال يلف زي المجنون على كلوفر ودخل أوضة كلها عرايس أطفال تخوف. بس فجأة ظهرت كلوفر الملعونة وبتوصل قتلته، وكانت رايحة ناحية بيت الزوار بس القاتل داسها بالعربية. بعدين الزمن لف تاني ودخلنا في لوب جديد والشلة بدأوا يتجننوا، هو الموال ده مش هيخلص. قاموا محصنين الباب الرئيسي وحبسوا نفسهم في الحمام. قالوا نستنى للصبح والصباح رباح. بشرب مية من الحنفية وعزم عليهم والكل شرب عشان كانوا مقتولين من العطش والرعب. كلوفر بدأت تحكي لهم على كلام السحرة، وفجأة إيب بدأ يكحدم، حاول يخبي بس الموضوع وسع منه. وفي لقطة تفزع، جسمه انفجر حتت والدم طرطش على الكل. نينا جريت توت على الحوض وميجان بتصرخ فيها ما تشربيش المية، بس كان خلاص الفأس وقعت في الرأس. ونينا هي كمان جسمها انفجر وبقت أشلق. اللي فاضلين من الشلة سابوا الحمام وجريوا وهما مش شايفين قدامهم من الفزع. ميجان ما لحقتش تاخد نفسها وفي تانية جسمها اتفرتك هي كمان. كلوفر واقفة بتترعش وبترجي ماكس وتقول له اقتلني عشان نرجع اللوب تاني ونلحق نفكر في حل. بس ماكس قلبه ما طوعوش يعملها. كلوفر وقعت على الأرض بتنهج وفجأة سمعت حد بيسفر صفارة تقبض الروح. رفعت عينها لقت مين؟ صاحب البنزينة بنفسه. بص لها ببرود وقالها كان فضلك دكة وتوصلي، بس القعدة دي مش هتنجيكي. وفي لحظتها كلوفر انفجرت هي كمان والساعة الرملية لفت ورجعنا من الأول. المرة دي بقى ميجان بدأ يحصلها حاجات غريبة، شعرها بيقع بخصلات كبيرة وطلع لها سنان زيادة في بقها. الشلة قرروا إن لازم يفهموا إيه أصل جلور فالي دي ونزلوا البدروم يتدسسوا في الملفات القديمة. واتصدموا لما عرفوا إن صاحب البنزينة ده أصلا دكتور واسمه ألان هيل. الحكاية بدأت من 20 سنة لما منجم انهار وموت أكتر من 1100 واحد. العمال حفروا زيادة عن اللزوم لغاية ما الدنيا اتقلبت فوق دماغهم والبلد اتبلعت في الأرض. الدكتور هيل ده كان جاي متخصص في علاج الصدمات عشان يساعد الناس اللي فضلت عايشة، وده اللي يفسر ليه مركز الزوار ده تصميمه غريب وشبابيكه تحت الأرض. نينا لقت باب في البدروم بس طلع نفق ضلمة كحل، خافت ورزعت الباب تاني ولقوا شريط فيديو قديم، واحد محبوس في أوضة وبيصوت من الوجع، مش فاهم هو ليه كل ما بيموت بيرجع صحي تاني. وصوت الدكتور هيل كان طالع في الفيديو وهو بيشرح إنه بيعمل تجارب على الحالة النفسية للي نجوا من الكارثة. بيقول إن الضحية بعد 13 يوم من الحبس بيبدأ يتحول لكائن مرعب اسمه وينديجو، كائن جعان ما بيشبعش.
في اللحظة دي الدكتور هيل وقع عليهم على خط الراديو وقال لهم بسخف: أهو كده بدأتوا تفهموا الفولة؟ كلوفر ما خافتش وقالت له: سيبنا نمشي. رد عليها هيل بمنتهى الوساخة: واحد فيكم لازم يموت عشان الأربعة الباقيين يمشوا في سلام. كلوفر رفضت التضحي بحد وقالت له: أنا عايزة أشوفك وشلوش. والدكتور المجنون وافق وقال لها إنه مستنيها في الغابة ومعاه ميلاني، بس شرط إنها تيجي لوحدها من غير صحابها. الباقيين حاولوا يمنعوها بس إيب وافق وقالها روحي. الشلة طبعا كلوا ويش إيب وقالوا له: أنت أناني وعايز تخلص بجلدك. ماكس قالهم: يا نلحقها يا نموت نفسنا عشان نبدأ من جديد. بس إيب راكب دماغه وقالهم إن كلوفر أصلا حاولت تنهي حياتها مرتين السنة اللي فاتت، فيعني مش فارقة كتير لو ماتت دلوقتي. نينا أول ما سمعت كده دمها غلي وقامت رشكاه بفأس في رجله عشان تكسحه، وقالت لماكس وميجان: اطلعوا حصلوا كلوفر بسرعة. كلوفر وهي في الغابة فجأة وقعت في فخ. جنزير لف حوالين رجلها وسحفها في الأرض وجرجرها لغاية جوه الشجر. في مركز الزوار نينا وإيب قعدوا يتكلموا بكسر نفس عن حالهم اللي يصعب على الكافر، بس الكلام ملحقش يخلص عشان حصلت المصيبة. وفي ناحية تانية ماكس وميجان عمالين يتأثروا أثر كلوفر، وفجأة طلع لهم الوينديجو وهو بيزحف وراهم. جريوا عشان يهربوا بجلدهم، بس ميجان اتكعبلت ووقعت فوق سقف إزاز لبيت مدفون تحت الأرض. الإزاز بدأ يشرخ. ماكس جه يلحقها بس الوينديجو ظهر تاني، والسقف اتدشتش بيهم وهما الاتنين نزلوا هبد لتحت، والوحش سحل ميجان لغاية بالبدروم. بعد شوية ماكس لقى كلوفر وساعدها تفك نفسها من الفخ، بس فجأة الوينديجو هجم عليهم، والصدمة إنه طلع ميلاني أختها. جريوا واستخبوا، وكلوفر قعدت تعيط بحرقة وقالت له: أنا اللي عكيت الدنيا، وقامت مدياله حتة إزاز وقالت له: خلص عليه راح وكلبه مش متوعد ذبحها. وقام شارب من الميت الملوثة هو كمان. والوينديجو ميلاني جت تهجم عليه، قام منفجر في وجهها في تانية. في قلوب اللي بعده الدنيا بدأت تبوظ خالص، وجسم إيب بدأ يتشوه وتظهر عليه علامات التحول لوحش الوينديجو. كلوفر سألتهم: إحنا بقالنا كام ليلة في القرف ده؟ نينا بصت في الدفتر وقالت لها الكلمة اللي وقفت قلبهم: دي الليلة ال13. والمصيبة إن مفيش حد قبل كده عاش أكتر من 13 ليلة. بصوا من الشباك لقوا الدنيا اتقلبت، وبدل ما كان بيت واحد لقت 100 بيت ظهروا فجأة وحوطوهم من كل ناحية. بعد كده ملقوش أثر لميجان، فقاموا ماسكين موبايل إيب بسرعة يقلبوا فيه، لأن الواد ده كان مسجل كل حاجة. كل كليب بيوريهم نهايتهم كانت عاملة إزاي: شوية دود بياكل في لحمهم، وشوية وينديجوز، وشوية الراجل اللي لابس ماسك. وفي تسجيل شافوا فيه الدكتور هيل وهو بيعاين جثثهم قبل ما يخرج من الأوضة بكل برود. آخر فيديو صورته ميجان وهي بتراقب هيل من سكات، كانت بتموت وتلاقي سكة تخرجهم من المكان الملعون ده. وفي اللحظة دي سمعوا صوت سرينة إنذار غطت على المكان، وبصوا من الشباك لقوا جيش من الوينديجوز جايين عليهم سحف. الشلة راكبهم خبطت في بعض وقرروا ياخدوا سكة الضلمة في البدروم عشان يدوروا على ميجان. سلحوا نفسهم ودخلوا النفق، وهناك بقى قابلوا مهرجان من الوحوش. وبعد مطاردة تقطع النفس قدروا يهربوا بأعجوبة ووصلوا لبيت مدفون من بقايا البلد القديمة. بس يا فرحة ما تمت، الراجل اللي لابس ماسك طلع لهم. ماكس صرخ في كلوفر وقالها: اجري انت يا كلوفر واحنا هنسلك معاه. كلوفر سمعت الكلام وجريت، بس وهي ماشية لقت في وشها لوينديجو ميلاني. الوحش حاول يهجم عليها، بس كلوفر استوعبت ان دي ما بقتش اختها خلاص. قامت زقها بكل قوتها على سيخ حديد في الارض، والوحش فطس في مكانها. كلوفر ودعتها بكلمتين: انا بحبك يا اختي، وكملت طريقها. تانية ماكس وإب ونينا قدروا اخيرا يسيطروا على ابو ماسك ونزلوا على دماغه لغاية ما خلوها عجينة. كلوفر كملت رحلتها ووصلت لمصحى، وهناك شافت ميجان محبوسة في أوضة مع وينديجو مربوط بالسلاسل. الأوضة كانت مقفولة، فكلوفر راحت تدور على المفتاح ودخلت مكتب الدكتور هيل. المكتب كان كله شاشات مراقبة، وفي اللحظة دي الدكتور هيل دخل وهو بيتمزج بكوباية قهوة وحطها على الترابيزة. قعد يقول لكلوفر ببرود مستفز: انت كنتي من أكتر الحالات اللي شفتها ممتعة، اكتئاب حاد وقلق ومحاولات انتحار. وفجر المفاجأة وقالها إن البعابع اللي بتطاردهم كل ليلة دي هي أصلا تجسيد لخوفها هي شخصيا. القاتل اللي بماسك ده خوف شعبي، والمية اللي بتفجر الأجسام دي هي رغبتها في تدمير نفسها. والدكتور المجنون عمال يرغي في تجاربه. كلوفر لمحت حنفية بتنقط مياه ملوثة، قامت بالهداوة زقت ترابيزة القهوة بتاعته تحتها بالظبط. الدكتور هيل سحب بق قهوة متين وهو مش دريان إن القهوة بقت سمهري. مفيش ثواني وبدأ يرفص ويحس بكرشة نفس. وفجأة حصلت اللقطة اللي تشفي الغليل، جسمه بدأ يتفرتك وينفجر زي اللي قبله. كلوفر في تانية سحبت المفاتيح من جنبه وجريت فتحت الأوضة لميجان وخرجتيها.
البنات طلعوا يجروا بجلد الغزال، والوينديجوز وراهم زي القطر، والساعة الرملية خلاص بتلف أنفاسها الأخيرة وهترجع الزمن تاني في محاولة يائسة. البنات قعدوا يحفروا في الأرض لفوق زي ما ميلاني عملت في أول الفيلم بالظبط، بس المرة دي الحظ ضحك لهم، لقوا أصحابهم مستنينهم فوق وسحبوهم لبره، وفي نفس اللحظة الرملة خلصت في الساعة واللعنة انكسرت والليل السواد ده عدى. أول ما الشمس طلعت رموا جسمهم على النجيل وهم مش مصدقين إنهم لسه بيتنفسوا. قاموا راكبين عربية إيب وداسوا بنزين وسابوا الوادي الملعون ده ورا ظهرهم، وعلى كده التتر نزل والفيلم خلص.